صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة، يا رب تكونوا بألف خير. أكيد كلنا بنزهق في رمضان من الطبيخ، إن احنا ناكل كل يوم طبيخ، وساعات بنحتاج إن احنا ناكل يوم عيش كده. من أكتر الأكلات اللي أنا بحبها في رمضان بصراحة يا بنات إن أنا أعمل عيش. هنعمل النهاردة كده مع بعض أكلة عيش بس حلوة أوي أوي أوي. هنعمل بابا غنوج وبتنجان مقلي وفول وطعمية وبطاطس مهروسة، وهنظبط الدنيا يعني. وهعمل معاكم تتبيلة حلوة أوي هتعجبكم. عايزاكم بس تحطوا لي لايك للفيديو وكومنت كده حلو زيكم، ولو مش مشتركين نوروني طبعا واعملوا مشاركة للفيديو يا بنات. اول حاجة دخلت المطبخ الصبح طلعت كيس فول وكيس طعمية من اللي انا كنت مدمساهم. انا كنت مدمساهم قبل رمضان. وطلعتهم بقى يفكوا، وطلعت كيس عصير كمان عشان اعصره. النهارده كنت هعصر مانجا. انا بحب دايما ان انا اعمل العصير عندي يكون عندي على يومين، لان عشان مش كل يوم بقى اطلع عصير واعمل. يعني انا عملت تمر هندي بكركديه، قعد اول يوم وتاني يوم. النهارده خلص، فطلعت كيس مانجا. انا مفرزه المانجا يا بنات كده بيوريه يعني. قشرتها وقطعتها وحطيتها في الفريزر، مش قطعتها، هي تعتبر مهروسه كمان. بيوريه يعني مانجا مهروسه. الطريقة دي حلوة أوي، مش بتاخد مكان كمان في الفريزر. بعد كده طلعت البتنجان بتاعي. انا هعمل بتنجانة مقلية وبتنجانة مشوية. دي البتنجانة المقلية قطعتها بالطول يا بنات. انا كده كنت بوريكم ازاي قطعتها. يعني البتنجان لما بتقطع بالطول مش بياخد زيت، مش بيشرب زيت. اما اللي هي بتاعه البابا غنوج بصراحه انا بحب اشويها من على نار البوتاجاز من فوق. في ناس بيشووه في الفرن، بس انا بصراحه بحب اشويه، بحب كده طعم التدخينه ده قوي. هشويها كده على نار البوتاجاز من فوق. وكمان شويت بصلايه وطماطمايه وفلفلايه اللي هي الفلافله الخضراء. ممكن تستغني عن البصل على فكره، وفي ناس بيشووا توم كمان، بس انا قلت اجرب البصل النهارده. بصلايه وطماطمايه وفلفل اخضر. الطريقه دي ماما بتعملها وانا بدوقه عندها بيعجبني قوي، فقلت اجربه بقى النهارده. وبعد ما بيتشوي يا بنات، عايز تشويهم في الفرن شويهم، بس انا زي ما بقولكوا بحب طعم التدخينه ده. شويتهم كده على عين البوتاجاز من فوق، بتهدي النار وكل شويه بتقلبيهم. وبالنسبه للبتنجانيه انا ببقى سايبه العنقود بتاعها ده عشان اعرف ان انا اقلب منها يمين وشمال وكده. غطيتهم يا بنات بورق استرتش او كيس او اي حاجه، بحيث ان البخار يتكمر كده جواهم. لما تيجي تقشريهم بتقشروا معاكي بسهولة، ما يدوخكيش وانتي بتقشري القشرة السودا دي. بس ولا احنا هنقشر القشرة، بس طعم الشوا بيكون ظاهر يعني في الخضار. جبت بقى البطاطس هقطعه كده مكعبات عشان انا هعمل بطاطس مهروسة. بصوا انا بعملها بطريقتين. طريقة النهاردة اللي انا بسلق البطاطس، الطريقة التانية بعملها مش بسلق البطاطس، بسويه كده في الزيت على طول بقليه يعني. بس هبقى اعملها معاكم مرة تانية. هسلق بقى البطاطس سلقة كاملة. نيجي بقى للتتبيلة اللي احنا هنعملها، هنستعملها في كل حاجة النهاردة. بص التتبيلة دي أساسية قوي في كل الأطباق معايا. جبت 2 فلفل أخضر في الكبة، ومعلقتين كده من التوم، وهحط عليهم شوية من الخل وشوية من الليمون، قد مثلا ايه، ربع كوباية خل وربع كوباية ليمون. تمام. وهحط شوية من الملح وشوية من الكزبرة الناشفة وشوية من الكمون وشوية من البابريكا وشوية من أوراق البقدونس. طبعا عندك بقدونس حطي، عندك كزبرة، عندك شبت، أي حاجة من انتي حطي. بصوا يا بنات التتبيلة دي بجد خطيرة خطيرة خطيرة، هتنفع معاكي في كذا حاجة أصلا يعني. ممكن انتي تعمليها وتخليها عندك كده في برطمان، تحطها في التلاجة تستعمليها يعني دايما. هفرم بقى ده كله واحط ملح كمان. ودي أوراق البقدونس، عايزة تعمليها في الخلاط اعمليها، عايزة اعمليها في الكبة الصغنونة اللي هي بتاعة الخلاط برضو، اللي هي بتبقى جاية مع الخلاط اعمليها. ما عندكيش ده ولا ده ولا ده، يعني ما عندكيش كبة ولا هاند بلندر، ولا ممكن تعمليها حتى في الهون. عارفين انتوا الهون، ممكن تحطيها في الهون وتدقي وبس. وحطي بهاراتك ملح وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا لو حابة. بس يا بنات دي التتبيلة بتاعتي، بصوا فظيعة، ريحتها اصلا حلوة. وطبعا الخل والليمون، وانتوا عارفين الكزبرة اصلا مع الكمون والخل بتعمل ريحة فظيعة. هاحطها بقى كده في طبق واخليها عندي عشان انا هاحتاجها في كل الاطباق. عايزاكم بس لو وصلتوا معايا لهنا اكتبوا لي كومنت، واكتبوا لي انتوا منين، ونتعرف كده على بعض عشان ده تاني فيديو ليا في القناة. آآ بصوا يا بنات انا والله العظيم حاسه ان هي وشها هيبقى خير عليا، وحاسه ان ربنا هيكرمني فيها.
فادعوا لي ربنا يوفقني فيها لأن المشوار لسه طويل، طويل، طويل. هنا بقى يا بنات كنت باقشّر الخضار، هاقشّر بقى الخضار بتاعي وامسحه كده بمنديل بحيث إن ما يكونش فيه القشر الأسود ده، لإن أنتم عارفين القشر الأسود ده لمّا الخضار هيتفرم هو مش هيتفرم وهيبقى ظاهر معايا. فهاقشّر كده قشّرت البصلاية والطماطماية وهاقشّر الفلافلاية والبتنجان كمان، هيبقى طريقة تقشيره سهلة أوي عشان أنا غطّيته، عارفين لو ما كنتش غطّيته وسِبته كده في الهوا والقشرة لزقت كان هيدوّخني على بال ما أقشّره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اكتبوا لي بقى في الكومنتات أنتم وصلتوا لحد فين في المصحف. أنا الحمد لله، الحمد لله النهارده خامس يوم وخلّصت 4 أجزاء، يعني أنا هابدأ النهارده إن شاء الله في الجزء الخامس، فأنا يعني عارفة إن أنا متأخرة وعارفة إن أنا مقصّرة، بس طبعًا أنتم عارفين بقى في بيت، في عيال، في حاجات كتير بتحصل، في حضانة، في واجب. فربنا يعينّي ويعينكم يا رب ويقدّرني ويقدّركم، وإن شاء الله نختم القرآن قبل رمضان مرّة و2 والله العظيم في ناس بيختموه كمان 3 مرات، ربنا يقدّرنا يا رب. هاخد بقى يا بنات البتنجان بتاعي برضه أحطه على الخضار، أنا كنت باقشّره أهوّة، بُصّوا البتنجان المشوي بالنسبة لي عشق، عشق، يعني أنا ممكن ما آكلش أي حاجة خالص، آكل مثلًا لقمة ببابا غنوج بس، مش عايزة أي حاجة جنبها. وهنا البتنجان كنت باقليه، نسيت أقول لكم البتنجان يا بنات أنا بعد ما قطّعته رشّيت عليه شوية كده من الملح عشان يطلّع المَيّة بتاعته. يعني أنا كنت باعمل كذا حاجة، كنت باعمل هنا البابا غنوج وفي نفس الوقت البتنجان كان والع عليه النار وكنت باقلّبه كده من وقت للتاني. جِبت بقى الهاند بلندر بتاعي اللي ماما حبيبتي جايباه لي في عيد ميلادي وقعدت أفرُم الخضار ده، طبعًا هو الخضار معاكِ مستوي كلّه فمش هيغلّبِك يعني هيتفرم معاكِ بسرعة. طب لو ما عندكيش هاند بلندر ممكن بالهرّاسة، في أنتم الهرّاسة البلاستيك دي، طيب ما فيش هرّاسة ممكن بالشوكة عادي. تمام، وممكن كمان لو بتحبيه ناعم أوي بقى ادّي له فرمة كده في الكبة، وهو بالهاند بلندر ما شاء الله يعني اتفرم معايا حلو أوي. هاحط بقى معلقة من التتبيلة، أنا مش عارفة الكاميرا وقت ساعتها ما كانتش بتصور تقريبًا، فأنا حطيت معلقة من التتبيلة يا بنات. بعد كده أحط الطحينة بتاعتي، أنا باحبه بطحينة بيضا، في ناس بيعملوه بطحينة حمرا، أي طحينة عندك. وعلى فكرة ممكن ما تحطيش طحينة كمان، يعني ممكن تستكفي بالخضار والتتبيلة وبس. اديته بقى كده الطحينة، هادّي له بقى تقليبة حلوة، لو حسيت إن هو تقيل معاكِ ممكن تزودي له شوية مَيّة. وطبعًا بتضبّطي بقى ملحِك وبتدّي له عصرة ليمون كمان، أنا حاطّة في التتبيلة كده، كده ليمون، بس حبّيت إن أنا أزوّد له ليمون، أنا باحب الليمون يكون ظاهر شوية في سلطة البابا غنوج. بس كده يا بنات، هانقلها بقى في طبق وأدّي لها كده رشّة من البقدونس أو الكزبرة أو الخضرة، بُصّوا الحاجات دي بتفرق أوي كده في شكل الأكل. بُصّوا قشطة، قشطة. هاجيب بقى يا بنات البتنجان المقلي بتاعي، بُصّوا أنا وأنا باقليه ما حطيتش عليه أي حاجة خالص، يعني أنا رشيت عليه رشة ملح قبل ما أقليه، ولمّا جيت أقليه مسحتها كده بمنديل لإن طبعًا كان خرّج مَيّة، لكن ما حطيتش أي حاجة تانية في المقلاية عليه، أنا شيلته وبعد كده هاحط عليه بقى التتبيلة دي بقى، بُصّوا فظيعة، وتسيبيه بقى كده يشرب من التتبيلة كده مع بعضه. اديته برضه رشة بقدونس كده أو أي حاجة خضرا كده برضه بتعمل منظر يا بنات حلو. يبقى كده خلصنا من البتنجان المقلي وخلصنا من البابا غنوج، فاضل البطاطس المهروسة، دي هنا البطاطس عندي كانت اتسلقت. في الطريقة التانية بقى مش باسلقها، باقطّع البطاطس كده مكعبات وباقليه على طول يا بنات، بس باقطّعه مكعبات بقى صغنونة شوية وباقليه، وبعد ما باقليه باحط عليه شوية مَيّة كده صغننين وبعدين باروح هارساه واكمّل بقى، بس الطريقة اللي أنا عملتها النهارده دي طلعت أحلى، يعني أنا هنا سلقته سلقة كاملة ماشي، وبعد كده هرسته. بعد كده بقى هاروح على النار، هاجيب حلة أو طاسة أحط شوية من الزيت أو معلقة من السمنة البلدي، وبعد كده هانزل بمعلقة من الخليط ده يا بنات، ده عشان هو فيه توم، فلما هيتشوح كده هيعمل معاكِ ريحة حلوة. أنا هانزل بقى في الزيت وهادّي له تقليبة كده حلوة تشويحة. برضه الفول بطماطم أنا عملته بنفس الطريقة، حطيت معلقة كده في معلقة السمنة وقلّبتها، وبعد ما اتشوّح كده وريحته طلعت، رُحت نازلة بشوية من الصلصة، جِبت الصلصة اللي هي المُعلبة دي، أخدت معلقة كده في حبّة مَيّة ورُحت نازلة إيه، على التتبيلة دي بعد ما اتشوّحت، بعد كده رُحت نازلة بالفول.
هاعمل كده دلوقتي برضه مع البطاطس، بعد ما تتشوح كده التومة والتتبيلة معاه أروح نازلة بالبطاطس، بعد كده ادّي له شوية من المَيّة الصغننين، لإن أنتم عارفين البطاطس أصلًا لمّا بتتهرس بتكون تقيلة أوي، فهادّي لها بقى كده شوية من المَيّة الصغننين، يعني ما يجيش إيه يعني قد مثلًا ربع كوباية كده. بس هتحطي بقى ملحِك، طبعًا ما تنسوش إن التتبيلة فيها ملح، فتخلّي بالكم وأنتم بتضبّطوا الملح، وشوية من الكركم يا بنات، عايزة تستكفي باللون دوّة عادي ممكن تحطي شوية كمون وتسيبيه بقى بلونه ده، إحنا حاطين كمون وحاطين ملح في التتبيلة خدوا بالكم، يعني إحنا بنحط هنا حاجات بسيطة كده، وده يا بنات كركم، دي نقطة كركم، أنا حطيت نقطة كركم عشان اللون بس، لو ممكن تستغني عنها عادي يعني لو مش حاباها بلاش، بس هو بيدّي لها لون وطعم حلو كمان. بس كده هادّي بقى إيه رشّة من الكمون ورشّة من الكزبرة الناشفة، طبعًا إحنا حاطين زي ما باقول لكم بس دي حاجات إيه بتظهر الطعم شوية، ورشّة كده من الخضرة برضه في الآخر، ادّيها كده تقليبة معاه، وكده خلاص البطاطس بتاعنا بقى جاهز، وفاضل السلطة يا بنات، عملت طماطم قطّعت طماطم وحطيت عليها نفس التتبيلة، فظيعة بجد فظيعة. وكده خلاص إحنا كده يعتبر فطارنا جاهز، فاضل الفول والطعمية دول مش هاعملهم غير قبل الفطار على طول عشان يكونوا سخنين، يعني البطاطس عادي أمّا يتاكل بارد، البابا غنوج عادي، البتنجان المقلي عادي، لكن الطعمية والفول دول لازم يكونوا سخنين لسه حالًا، حالًا، حالًا. الطعمية أنا كنت برضه عاملاها وكنت مفرّزاها، والفول برضه أنا كنت عاملاه قبل رمضان ومفرّزاه. الطعمية يا بنات عشان هي كانت متفرّزة، أول لمّا هاطلّعها أول ما تفِك كده وقبل أمّا أقليها هادّي لها ضربة كده بالهاند بلندر أو بالكَبّة أو بالمضرب اللي هو بتاع البيض، أي حاجة المهم تدّيها ضربة كده حلوة عشان تهيش معانا، عشان تهيش تاني، لإن هي بتكون اتكتمت بقى كده وهبطت. وبس كده يا بنات حطيت كان عندي طبعًا شوية مواعين كتير، 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 أنتم عارفين أنا أصلًا يعني أمّا باقف في المطبخ باطلّع مواعين كتير، معالق وشوك وأطباق ومواعين كتير أوي، أمّا آجي أقلي بقى الطعمية هاخد كده شوية من السمسم وشوية من الشمر، الشمر يا بنات فظيع، فظيع بيخلّي للطعمية طعم حلو أوي، 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 وريحتها بتبقى قلبة الدنيا بصراحة يعني وأنتِ بتقليها بتبقى ريحتها جبارة. وهاقلي بقى الطعمية كده هابِل إيديّا كده بالمَيّة وهاحطها في السمسم والشمر، وبعد كده هاقلي الطعمية وكده خلاص الفيديو بتاعنا خلص وكل سنة وأنتم طيبين.